السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم تميم من قناه عربي مكسر. النهارده هنستعرض معاكم فندق سيجل الغردقه. وسيجل الغردقه ينقسم لاثنين، سيجل ريزورت اللي احنا قدامه دلوقتي، وفي سيجل كلاب. دلوقتي احنا واقفين قدام فندق سيجل ريزورت. اللي احنا كنا قدامه الاول ده كان سيجل كلاب. الاثنين يعتبروا فندق سيجل، الاثنين فندق واحد. قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك، عايزين نوصل الفيديو ده ل 1000 لايك. وما تنسوش طبعا الاشتراك في القناه، الاشتراككم في القناه بيدعمنا لتصوير المزيد من الفيديوهات. وفي خلال الفيديو هيبقى فيه عندنا تقييم للفندق، فشوفوا الفيديو للنهايه. يلا بينا. يقع فندق سيجل في شارع الشيراتون في الغردقه. شارع الشيراتون من الشوارع الرئيسيه في الغردقه، وده الشارع اللي الناس بتيجي تتمشى فيه في الغردقه. ويحتوي الشارع عدد كبير من المحلات التجاريه والبازارات والفنادق، ومنها طبعا فندقنا اللي هو فندق سيجل اللي موجود في اول الشارع من ناحيه ميدان ابو عشرة. ويعتبر من اهم ميزات فندق سيجل موقعه، حيث يقع مباشرة في وسط المدينة. احنا دلوقتي في الريسبشن بتاع سيجل المبنى الاول، وبعد ما اصور هنا ان شاء الله اروح لكم سيجل المبنى الثاني واصور الريسبشن برضو. المبنى الاول اللي احنا فيه دلوقتي ده اللي هو سيجل كلاب، المبنى الثاني هو سيجل ريزورت، واحنا دلوقتي في الريسبشن. وهنا ده قسم الاستقبال اللي هو واضح قدامكم حاليا. هنا بيتم طبعا اجراءات الشيك ان والشيك اوت، وبعد كده في سلم كده تنزله. بعد ما تنزل السلم هتلاقي الجزء الثاني من الريسبشن. الجزء الثاني من الريسبشن منخفض شويه، يعني الجزء الاولاني زي ما انتم شايفين كده نزلنا له بسلم. وهنا ده هول كبير او ريسبشن كبير، والناس اكترتها بتيجي تقعد هنا طبعا وقت العشاء وبعد العشاء، لان هنا في ترابيزات بلياردو، وفي البار اللي هو واضح قدامكم ده البار اللي هو شغال مشاريب طول اليوم لنظام الاقامه الكامله. شغال مشاريب من الساعه 10 الصبح لحد الساعه 12 بالليل. ترابيزات بلياردو زي ما قلت لكم، وقعدات كبيره او قعدات كتيره وكبيره زي ما انتم شايفين كده منتشره في الهول دوت. اكتر الناس طبعا بيجوا هنا ساعه العشاء، لان المطعم قريب جدا في وش يعتبر الهول اللي احنا فيه ده اللي هو المطعم الرئيسي. وقت العشاء طبعا عشان خاطر البيتش بيبقى قفل، البسين بيبقى قفل، الاكوا بارك قفلت، فالناس بتيجي هنا كده تقعد وتستمتع بالمشاريب والاجواء وكده. واللي بيحب يروح بعد كده ينام، اللي يحب بعد كده يكمل عروض انيميشن يكمل، وهكذا. دلوقتي بقى اروح استعرض معاكم الريسبشن الثاني. زي ما انتم شايفين كده احنا قدام سيجل ريزورت، المبنى مكتوب عليه سيجل ريزورت، والناحيه الثانيه احنا كنا فيه ده كان سيجل كلاب. الاثنين متصلين مع بعض من الداخل، يعني الفندقين مفتوحين على بعض، ونزلاء الفندق ده يقدروا يستخدموا الفندق الثاني، ونزلاء الفندق الثاني يقدروا يستخدموا الفندق ده. هتلاحظ هنا حتى ان الريسبشن هتلاقيه فاضي. السبب ان انا يعني اللي انا متوقعه لان الناس بتيجي على فندق سيجل، انت حجزك بيجي سيجل، ما تعرفش ده ريزورت ولا كلاب ولا ايه. بتخش جوه على الريسبشن الاولاني اللي احنا كنا فيه الاول مع بعض، بتدخل وتديهم بقى اسمك ومش عارف ايه وكده. هما بقى بيوزعوك حسب الامكانيه، سواء بيجيبوك هنا في المبنى اللي احنا فيه دلوقتي او بتكون في المبنى الثاني. الغرف طبعا يعني هما في مختلفه، بس ما اقدرش اقول لك ده احسن من ده وده احسن من ده، لان ديت كلها بتبقى على راحه كل واحد. في ناس بتيجي بترتاح في اللي احنا فيه دلوقتي ده اللي هو سيجل ريزورت، وفي ناس بترتاح في الغرف التانية اللي هي سيجل كلاب. طبعا اللي هو الفيو بتاع الغرف بيختلف، يعني هو هنا في غرف تبقى باصه على حمامات سباحه على طول والبحر، وفي غرف برضو في الناحيه التانية تبقى باصه على حمامات سباحه والبحر واكوا بارك. بس في ناس كتيره بتفضل التاني اللي احنا كنا فيه قبل ده دلوقتي، لان اكوا بارك بتبقى قريبه منك وحمامات سباحه، وتحس كده الفيو من الغرف مفتوح، يعني شايف كل حاجه. انا عن نفسي مثلا ارتحت في المبنى الثاني اكتر من ده اللي هو سيجل كلاب، ارتحت فيه عن سيجل ريزورت. بس قابلت ناس قالت لي لا والله انا باجي كذا مره وبحب اسكن هنا في اللي هو سيجل ريزورت. المهم مكملين معاكم دلوقتي جولتنا. احنا دلوقتي في البار الرئيسي اللي هو شغال من الساعه 10 الصبح لحد الساعه 12 بالليل، مشاريب لنظام الاقامه الكامله او الاول انكلوزيف.
طبعا هتلاقوا مكان كبير هنا جدا قدام البار منفصل عن الريسبشن. ده الاعداد برضو الناس بتحب تيجي هنا زي ما قلت لكم بعد مواعيد البحر، بعد الساعة 5-6 على مواعيد العشاء، واثناء العشاء وبعد العشاء بيجوا يقعدوا هنا يستمتعوا طبعا بالاجواء ويشربوا مشاريب من البار. الريسبشن زي ما انا وريته لكم قبل كده، طبعا الريسبشن اصغر من الريسبشن بتاع المبنى التاني اكيد، بس هو ده مش صغير يعني يستوعب عدد كبير من الناس برضه، بس هو اصغر من التاني. وهنا ده المبنى الريسبشن زي ما انتم شايفين. انا كنت تحت عند مكان البار، لو طلعت كده بالسلم زي ما انت شايف كده معايا هتلاقي نفسك في الريسبشن نفسه، هتلاقي مكنه ATM ومكتب صغير للجست ريليشن، وبعض اللي هم مكاتب اللي هي الرحلات اللي بتعرض الرحلات البحريه وسفاري وكده. وهنا ده طبعا زي ما انتم شايفين كده الريسبشن اللي بيتم فيه عمليه التسكين والمغادره. ودلوقتي هنخرج مع بعض نشوف الفندق من جوه. واحنا خارجين من الريسبشن بتاع سيجل كلاب هتلاقي 3 حاجات في وشك على طول: الاكوا بارك وحمام السباحه والمطعم الدوار. المطعم الدوار هو البرج اللي قدامكم دوت اللي هو ازاز من فوق. ده طبعا بيشتغل عشاء حفله بفلوس بالحجز، وبيبقى فيه 2 منيو، يا اما تاكل مشويات يا اما تاكل مأكولات بحريه. والمطعم ده يا جماعه مطعم دوار لانه بيلف دوره كامله كل ساعه، يعني وانت قاعد كده هتلاقي نفسك بتلف، وطبعا تغير المناظر اللي انت بتشوفها. المطعم شغال يومين في الاسبوع، حد واربع. المفروض في ناس بتيجي تعدي عليك تعرض عليك المطعم. لو ما جالكش حد من السيلز ممكن تروح تحجز من على الريسبشن. احنا دلوقتي معاكم قدام الاكوا بارك، ودي التعليمات الخاصه باستخدام الاكوا بارك. الاكوا بارك طبعا يا جماعه بيشتغل مرتين في اليوم. انا معلش يعني بصراحه لخبطت شويه في المواعيد، تقريبا من 10 ل 12، وبعد كده بيرجع يشتغل تاني من 2 ل 4. بس يا ريت تتاكدوا لما تروحوا في الفندق. بصوا يا جماعه، اول ما تروحوا فندق اي فندق تاخدوا ورقه اسمها اول انكلوزيف، يعني الاقامه الشامله. الورقه اللي هم هيدوها لك ديت، الورقه دي بيبقى مكتوب فيها كل حاجه ليك في الفندق من الساعه كام للساعه كام، والمشاريب والنظام وكل حاجه. دايما لما تروح تسكن في اي فندق اطلب الورقه ديت من على الريسبشن، هتلاقيها اكيد بالعربي. ما لقيتهاش بالعربي هتلاقيها بالانجليزي، بيبقى فيها بس كل المعلومات الخاصه بالفندق ومواعيد الوجبات وكل حاجه، وايه اللي ليك بفلوس وايه اللي ليك من غير فلوس. كل حاجه هتلاقيها في الورقه دي. اللي انتوا شايفينه قدامكم ده الساين اللي خاص بالعروض اللي بيعملها الانيميشن كل يوم خلال الاسبوع. يبتدي معاك من يوم السبت لحد يوم الجمعه، كل يوم عندهم ايه بالظبط، حفله ايه ومن الساعه كام لكام، او عرض او شو ايه بالظبط. فبدل ما تروح تسال على الريسبشن ولا حاجه، ممكن تيجي على الساين ده وتقرا كده وتشوف ايه العروض اللي موجوده كل يوم للانيميشن. هتلاقي طبعا الساين ده موجود في كذا حته. احنا دلوقتي مثلا قدام حمام السباحه، هتلاقيه قدام حمام السباحه، وبرده هتلاقيه قدام المطعم، يعني هتلاقيه في كذا مكان. عشان ما انتهوش من بعض، احنا دلوقتي في سيجل اللي هو سيجل كلاب، لسه في سيجل ريزورت جنبه. ممكن تستخدم انت طبعا الفندق ده او ده. من جوه مفتوحين على بعض يا جماعه، زي ما قلت لكم مفتوحين على بعض، كل حاجه تستخدمها، مطاعم، بارات، حمام سباحه، كله داخل على كله. في اكتر من حمام سباحه بالنسبه للفندقين، زي ما انتم شايفين كده اللي احنا قدامه دوت. ولو طلعتوا قدام بعد الصخر ده طبعا في كمان واحد تاني. هحاول لما اطلع اصور الغرفه اصور لكم من فوق. الغرفه بتاعتنا ان شاء الله هتبقى قدام حمام السباحه ده على طول، فهطلع من فوق ابقى اوريكم كده ايه منظر عام من فوق كده، هتشوفوا حمامات سباحه واضحه. واللي قدامكم ده واضح طبعا ده الشاور، المكان اللي تاخد فيه شاور بعد ما تطلع من حمام السباحه. وكده نظره عامه على حمام السباحه. هنكمل دلوقتي مع بعض تمشيه، نطلع لغايه البيتش، وبعد ما نخلص البيتش بقى نخش على الفندق اللي جنبه من ناحيه البيتش كده، اوريكم برده البيتش التاني. وما هنا منقسمه العمليه، منقسمه ل2 يا جماعه، 2 بيتش.
البيتش اللي قدام الفندق ده والبيتش اللي قدام الفندق التاني. برضو ارجع اكرر لكم المعلومه، انت ممكن تستخدم الفندق ده والتاني عادي جدا، الاتنين على بعض مفتوحين من جوه. اللي عاجبني هنا بقى ايه المناظر اللي هم عاملينها بالشجر. بصراحه الناس القائمين على المساحات الخضراء يعني ياخدوا اكتر من 10/10. هتلاقوا كمية اشكال عاملينها بالشجر لذيذة جدا وظريفة. زي ما انتم شايفين قدامكم كده بيعملوا اشكال مختلفة بالاشجار. الشكل اللي قدامكم ده مثلا فيل، وكان في كتابة كده انا استعرضتها في اول الفيديو، لا اله الا الله محمد رسول الله، واشكال مختلفة. المهم احنا دلوقتي طبعا سيبنا هو مكان المطعم، زي ما انتم شايفين المطعم اهو، البرج بتاع المطعم الدوار وحمام السباحه عشان ما نتوهش من بعض. وهندخل دلوقتي في الطريق ده هيطلعنا على الشاطئ، ونروح نستعرض مع بعض الشاطئ وبعد كده نكمل استعراض الفندق. لو انت طبعا في فندق سيجل كلاب هتمشي زي ما انا ماشي كده دلوقتي وتوصل هنا للي انت شايفه ده الدش اللي هو بتاع الشاطئ، وطبعا عاملينه بشكل فني جميل جدا. بعد كده هتلاقي هنا المكان اللي بتاخد منه الفوط، تبتدي تخش تاخد الفوط بتاعتك وتوجه على الشاطئ. جنب المكان اللي بتاخد منه الفوط على طول في هنا عدد من المحلات التجارية والعطارة. ندخل بقى مع بعض دلوقتي على الشاطئ ونشوف كده الشازلونجات والحركات، ونشوف ايه نظام الشاطئ، رملي ولا صخري ولا ايه نظامه. زي ما انتم شايفين كده معايا ان الشازلونجات متوزعة على الشاطئ كله ومتوزعة على الجنبين بحيث ان هي تعمل مع بعض حرف يو، لان زي ما انتم شايفين معايا وواضح في الفيديو ان الشاطئ على شكل لسان. زي ما انتم شايفين كده احنا دلوقتي عند البيتش اللي هو بتاع المبنى بتاع سيجل كلاب. بالنسبة للبيتش طبعا رملي، البيتش زي ما انتم شايفين كده رملي. بص انا هقرب اهو باينه اهي، زي ما انتم شايفين رملي ومناسب جدا للاطفال. مفيش عمق على طول، يعني تخش الاول متدرج، تخش شويه بشويه بشويه لحد بص الناس ليها طول زي هناك باينه اهو، لانه زي ما انتم شايفين متقسم على شكل لسان، متحوط باللسان دوت ومتحوط باللسان التاني. وده هو كل كده البيتش زي ما انتم شايفين، ادي اوله عند اللسان، وادي كده دي نهايته عند الفيلا اللي انتم شايفينها هناك دي. دلوقتي هتمشى معاكم على اللسان، واخر اللسان ده في مرسى كده لليخوت صغير، وفي هنا طبعا زي ما انتم شايفين كده غطس او تعليم الغطس، بيعلموا الناس الغطس عشان هنا في مركز غطس هتلاقيه واضح قدامكم اهو، ده مركز الغطس، وبيعلموا هنا الناس الغطس قدام اللسان عشان طبعا العمق مش كبير. الغطس ده يا جماعه مركز الغطس ده اكسترا، يعني لو عايز تيجي تغطس ولا حاجه ده بفلوس تدفع ثمن الخدمه. وزي ما انتم شايفين اهي الناس هنا كده بتتعلم الغطس عشان العمق مش كبير. ودي كده نظرة عامة من بره من على اللسان على شكل الشاطئ ده. اول شاطئ اول بيتش. نروح دلوقتي نصور الشاطئ التاني. بعد ما خلصنا مع بعض استعراض شاطئ سيجل كلاب، احنا دلوقتي هنستعرض مع بعض سيجل ريزورت الشاطئ بتاعه. احنا دلوقتي قدام الشاطئ زي ما انتم شايفين كده، دي دخلة الشاطئ، ملعب الطايره اللي انتم شفتوه معايا من شويه، وده ملعب كرة قدم، وهنا في برضو ملعب تنس كبير. زي ما قلت لكم نزلاء فندق سيجل عامه يخشوا ده او ده، يستخدموا الاكل هنا وهنا، المشاريب هنا وهنا، مفيش اي فرق. انت جوه الفندق مفتوح على بعضه، هو فندق واحد، بره بس تلاقي 2 ريسبشن، واحد مكتوب عليه كلاب وواحد مكتوب عليه ريزورت. تمام كده عشان ما حدش برضه يتوه مننا في المعلومه دي. طبعا خلال ما انت موجود في الفندق هتلاقي فريق انيميشن بيلف في الفندقين مع بعض، فريق انيميشن كويس شغال بفعاليه حلوه، انا شايفه فريق كويس. لسه ما شفناش العروض بتاعته بتاعت بالليل هتبقى شكلها ايه، بس هم باينين كده ايه من البدايه ان هم منتشرين في كذا حته، بيعملوا يوجا، بيعملوا رقص شرقي زي ما انتم شايفين كده قدامكم مع الجست، بيلعبوا كرة قدم، كرة طايره، هتلاقيهم بيلفوا يلعبوا مع الجست، وهتلاقيهم على البحر في كل حته. دلوقتي بقى بعد ما شفنا كده دخلت اهو الشاطئ بتاع سيجل ريزورت، ندخل بقى نتفقد الشاطئ من جوه.
احنا دلوقتي معاكم على البحر على طول، وبالاخص كده في اقصى يمين الشاطئ. المكان اللي احنا فيه ده يا جماعه الناس بتيجي هنا عشان تتصور صور تذكاريه جميله على البحر على طول. زي ما شايفين كده بيجوا لابسين الفساتين اللي انتوا شايفينها كده ويتصوروا بيها. طبعا ديت الفساتين ديت وكده دي بيجيبها اللي هو المصور البروفيشنال او المحترف الموجود في الفندق. ممكن طبعا تروح له ويعرض عليك الاسعار. ده لو عايز تصور يعني بروفيشنال، عايز تصور مع نفسك طبعا بالموبايل او كده برضو الناس زي ما انتم شايفين كده بتيجي هنا برضو مع نفسها تتصور، لان المكان زي ما انتم شايفينه كده جميل على البحر على طول، وتبة يعني بعيدة عن الرملة، فبتيجي الناس هنا على الصخر كده تتصور صور تذكارية جميلة. وفي مكان زي ده كده اللي هو شازلونجات بيضة وبراجولا كده بيضة برضو بتدي يعني منظر جميل في الصور. الفيلا بقى اللي هي ظاهرة قدام حضراتكم ديت، الفيلا دي معرفش يعني نظامها ايه بصراحة، تقريبا ممكن تكون تايم شير او كده، اللي يعرف ممكن يكتب لنا في التعليقات. واحنا دلوقتي على الشاطئ بالظبط. بصوا كده اهو، ده كده المكان بتاع التصوير عشان بس تبقى واضحه الصوره بالنسبه لكم. وانا واقف هنا اهو وهشاور لكم دلوقتي. بصوا هناك شايفين كده، ده اخر الشاطئ اللي هو المباني اللي ظاهره هناك. هنتمشى مع بعض دلوقتي على الشاطئ ونشوف كده نظام الميه ايه مدخل الشاطئ. زي ما انتم شايفين كده هو واضحه ان هي مدخل البحر رملي مريح جدا، ما فيش اي مشكله سواء للكبار او للصغيرين، عادي يعني حفيم ممكن نقول كده بالبلدي حافي، تقدر تخش مفيش اي مشكله، مش لازم تبقى لابس حاجه، مفيش اي صخور او كده. ممتاز يا جماعه مدخل الشاطئ سواء هنا او الشاطئ التاني اللي احنا استعرضناه مع بعض بتاع سيجل كلاب، الاتنين ممتازين. هنزل كده برضو بص بنفسي اهو اشيل لكم ادي اهي الرمله اهي، ادي انتوا شايفين اهو، ادي شاطئ رملي باينه اهي، والميه نظيفه وبتبرق زي ما انتوا شايفين جميله، والمدخل مريح. هنكمل دلوقتي بقى تمشيه، هنمشي دلوقتي على البحر مع بعض او على الشاطئ لغايه ما نوصل لغايه اخر الشاطئ اللي هو هناك ده كده زي ما شايفين بعد الانيميشن بشويه. ده اخر الشاطئ. شازلونجات طبعا مريحه جدا. الشازلونجات اللي هم يعني حاطينها هتلاقوها كده لونها اصفر، هي لونها غريب شويه، لونها يعني بني كده غريب كده، يعني اكنها يعني مش نظيفه، بس هي لونها كده، بس هي شازلونجات كلها متجدده يعني او مش متجدده، يعني تعتبر في حاله جيده، عايز اقول كده مش متجدده، في حاله جيده ومريحه تمام يعني شغاله مفيش اي مشكله تمام. وادي دي كده الشازلونجات، وادي الشماسي اللي شايفينها على البحر. الفوط زي ما انتم شايفين كده، الفوط هتلاقوها لونها موحد ديت. الفوط اللي انت بتستلمها من الكشك اللي هو بيدي الفوط ده، بتديله كروت الفوط، وبعد كده تاخد الفوطه، بعد كده ترجع الفوطه وتاخد الكارت. اوعى تضيع الكارت ولا تضيع الفوطه عشان خاطر بيبقى فيه دفع غرامه على تضييع الفوطه او الكارت. وصلنا اهو زي ما انتم شايفين كده، احنا خلاص كده اخر الشاطئ وصلنا عنده. الجنب ده بقى اللي هو اللي احنا فيه ده اللي هو اخر الشاطئ، هيبقى فيه ايه بقى هقول لكم. مثلا هناك كان فيه لسان كده اللي هو في الشاطئ اللي احنا استعرضناه الاول، كان فيه لسان وفيه تعليم دايفنج وكده. هنا بقى بيعملوا ايه، بيعلموا الناس اللي هو السيرف بفلوس. ده برضه يعني تيجي عايز تلعب سيرف بتيجي تأجر، بتدفع القيمة اللي هم يقول لك عليها. ده حاجة اكسترا كده، يعني حاجة مش جوه الاول انكلوزيف او نظام الاقامة الكاملة اللي انت فيه. بتيجي هنا زي ما شايفين كده، شايفين ده كل ده بتاع السيرف، كل دول الواح سيرف. اللي يحب يعني يتعلم مبتدئ ممكن يجي يلعب عادي برضو، واللي طبعا بروفيشنال بيجي يأجر على طول. بتيجي هنا طبعا بتأجر، وهم بيعلموك هنا قدامهم في المكان ده زي ما انتم شايفين كده، بيعلموا اهو الناس قدامكم في المكان دوت، عشان خاطر يعني ايه بعيد عن دوشة الشاطئ هناك، وبرضو العمق مش كبير، ويعني المكان مريح لرياضة السيرف. ماشي، ده اللسان كده اللي عايز اقول لكم بتاع اللي في اخر الشاطئ زي ما انتم شايفين. يبقى هنا سيرف، والشاطئ التاني اللسان بتاعه كان فيه ايه دايفنج اللي انا وريته لكم واستعرضناه مع بعض، ومرسى يخوت كده صغير. وفي نهايه الشاطئ خلف الصرف على طول هتلاقي الكافيه اللي احنا فيه دلوقتي. الكافيه ده برضو يا جماعه اكسترا بفلوس، مش داخل ضمن نظام اللي هو الاول انكلوزيف او الاقامه الكامله. هتلاقي هنا الايس كريم اللي هم بيعملوه كده بالطريقه ديت، وشيشه طبعا، وكافيه جوه ظل، يعني اللي عايز يجي يقعد هنا وقت الظهر ممكن تيجي تقعد عادي. عايز تاخد شاي قهوه تشيش انت بقى ودماغك،
والكافيه زي ما انتم شايفينه كده هو ظل وشغال طبعا لغايه بالليل. الناس هنا قالت لي بالنسبه طبعا لاسعار وكده، هنا في اسعار لان زي ما قلت لك ده اكسترا بفلوس، ده مش داخل اللي هو الاول انكلوزيف او الاقامه الكامله. هستعرض لكم دلوقتي اهو مع بعض حالا، هنستعرض المنيو. بوريكم بس هو مكانه فين، وانا شايفين كده من ورا الستاره اهو احنا اخر الشاطئ. بص بقى المنيو بتاعه. المنيو طبعا هتلاقوه مكتوب بالعربي والانجليزي. المنيو واضح اهو قدامكم، هتصفحوا بس معاكم. ما شاء الله الارقام ديت اللي انتوا شايفينها دي مكتوبه بالدولار يا جماعه، ده مش بالمصري يعني بالدولار. 5 6 7 ده برضو مش الرقم المسلسل بتاع العصير، ده سعر الدولار. هم كاتبين اسعارهم ما شاء الله هنا ايه بالدولار، يعني بما ان طبعا في اجانب وكده فبالدولار. دربوها انتوا بقى وشوفوا السعر ده مناسب ولا لا. احنا دلوقتي في الجيم او صاله الالعاب الرياضيه، والصاله دي شغاله من الساعه 9 الصبح لحد الساعه 7 المغرب. دي طبعا لنزلاء الفندق مجانا اكيد. منقسمه كده هتلاقوها الاثنين، الجزء اللي هو فيه الاجهزه دي بتاعت اللي هي رفع يعني الاثقال وكده، والجزء الثاني اللي هو بتاع المشايه. دلوقتي احنا معاكم في الكيدز كلاب الخاص بالاطفال. نقول مثلا الكيدز كلاب طبعا ده يا جماعه اللي هو المكان اللي ممكن تجيب فيه الطفل كده، يعني ليها طبعا اعمار معينه وكده. انت ممكن تروح للانيميشن هم يقولوا لك، او تروح على الريسبشن يقول لك من عمر كام ممكن تسيبه اصلا جوه هنا مثلا في كيدز كلاب، وهم يخلي بالهم منه. وفي طبعا اعمار معينه طبعا ما بيقبلوهاش اللي هي تبقى صغيره قوي. المهم الحاجات دي انت ممكن تستفسر عليها في الفندق. عايز بس اقول لك ان الكيدز كلاب بتاعهم ده ممتاز جدا، عجبني ليه الفكره بتاعته حلوه. هو كيدز كلاب جوه زي ما انت شايف كده زحاليق ومراجيح ومش عارف ايه وحاجات للاطفال، وجنبها على طول اقفاص كده حاطين فيها بعض الطيور مديه يعني ايه حس كده لذيذ للاطفال، بحيث طبعا ايه الاطفال ممكن يجوا يتفرجوا على الطيور مش عارف ايه، زي حديقه حيوان كده يعني، ممكن نقول اقفاص ومش عارف ايه حاجات صغيره بس ظريفه. هتلاقي طاووس، هتلاقي طيور مختلفه، بغبغانات، عصافير، حمام، انواع كتيره يعني موجوده. تمام كده، ده كله جوه الكيدز اريا يا جماعه. بالاضافه للمراجيح والحاجات دي في غرفه مقفوله عشان وقت الظهر الاطفال ممكن تقعد هناك. اللوحه اللي انتم شايفينها طبعا اللي فاتت دي كانت ضوابط المكان، اعمار الاطفال من سن كام لكام، والمكان شغال من كام لكام وهكذا. ادي الغرفه يا جماعه بتكييف وانيميشن للاطفال، بيخلي باله من الاطفال، وبيجوا هنا ممكن الطفل يرسم يمارس انشطه مختلفه. دلوقتي احنا معاكم عند حمام السباحة اللي هو موجود قدام مبنى سيجل ريزورت. طبعا من بعد ما طلعنا من الشاطئ لحد الان احنا بنستعرض كل الحاجات اللي موجودة قدام سيجل ريزورت. ده مش مهم، هم كلهم الاتنين فندق واحد من جوه، تقدر تستخدم اي حاجة براحتك. البار اللي انتوا شايفينه قدامكم ده البار اللي هو شغال على حمام السباحة. اي بار يا جماعة شغال في الاوبن اريا يعني على حمام السباحة او على البيتش بقى شغال من الساعة 10 الصبح لحد الساعة 5 المغرب. زي ما انتم شايفين كده قدامكم ده كده السبا طبعا هنا اكسترا بفلوس، مساج، ساونا والحاجات ديت. بعد ما نمشي كده ونعدي السبا على طول، ورا السبا على طول هتلاقي اللي هو الملعب اللي انا قلت لكم عليه، ملعب التنس الكبير. احنا دلوقتي بالظبط فين؟ قدام مبنى الريسبشن بتاع سيجل ريزورت. وهنا دي كده الساحه اللي انتوا شايفينها ديت، والكراسي اللي انتوا شايفينها مرصوصه كده، ده المكان اللي بيعمل فيه الانيميشن العرض بتاعه بالليل. المفروض ان في مسرح بس بيتجدد حاليا. هتلاقوا طبعا في الفندق هنا في مكان كده للاطفال زي ما انتم شايفين، في غزل البنات وفي مراجيح كده للاطفال، وعربيات اللي هي الصغيره دي بتتأجر للاطفال، ممكن يأجروها ويتمشوا بيها في الفندق. دي كلها طبعا اكسترا بفلوس. ودلوقتي نروح نشوف الغداء مع بعض. احنا دلوقتي داخلين على الغداء في مطعم كيلوباترا، والمطعم ده موجود في المبنى الرئيسي بتاع سيجل كلاب اللي انا سايب صورته فوق الفيديو. الفطار من 7 ل 10، والغداء من الساعه 1 للساعه 3، والعشاء من الساعه 6:30 للساعه 9:30. في 3 وجبات في المطعم ده. دخلنا على البوفيه على طول، في عندك قدامك اهو ما تخش رز بالشعريه، بعد كده هتلاقي فاصوليا بيضة، بعد كده هتلاقي لحمة بالحمص،
دي مكرونه بشاميل، دي فراخ بالبطاطس يا جماعه، فراخ بالبطاطس حاطين منها 2 سفنديش زي ما انتم شايفين كده. ونسلم على الشيف المحترم. بعد كده هنلاقي سمك مقلي على البوفيه برضو، ونكمل مع بعض. ده كده الشاورما يا جماعه بيعملوها فريش اول ما تدخل الناس. احنا طبعا داخلين دلوقتي لسه مفيش ناس دخلت المطعم، اول ما يدخل الناس بيبتدي يحضر لهم ايه الشاورما، خضار سوتيه، بطاطس، واخر سفنديش ده فيه لحمه بالخضار. واخر حاجه عندنا في البوفيه الكشري بالاضافات بتاعته والصلصه والدقه وهكذا. انا طبعا عن نفسي مش هدفع كل الفلوس دي في الفندق واكل كشري، هبعد عنه خالص. اما السكشن اللي احنا فيه دلوقتي ففي انواع مختلفه من الخضار زي ما انتم شايفين، والطماطم والخيار والجزر وصوص بمختلف الانواع. ومكملين معاكم استعراض البوفيه. احنا دلوقتي عند قسم المخللات والسلطات. هتلاقوا طبعا هنا انواع مختلفه من المخللات، الليمون مخلل والمخلل وبصل اخضر، وهتلاقوا بعد كده انواع مختلفه من الزيتون والسلطات زي بابا غنوم وهكذا. بعد كده مكملين معاكم نخش على الحلويات. الحلويات طبعا مختلفة، الغربية والشرقية. احنا دلوقتي عند قسم الحلويات الغربية. هتلاقوا طبعا انواع مختلفة من الحلويات الغربية زي ما هو واضح معاكم كده في الفيديو. وزي ما انتم شايفين كده الناس ابتدت تدخل المطعم، علشان كده انا كتمت صوت الفيديو علشان خاطر ما ناخدش مخالفة، لان في موسيقى شغالة في المطعم. هنا دي الفواكه بانواعها، ونمسي على الشيف الجميل ونخش بعد كده على الحلويات الشرقية. زي ما شايفين كده حلويات شرقية مختلفة، في كذا اختيار. احنا استعرضنا الاول طبعا الغربية ودي الشرقية. دلوقتي احنا معاكم قدام قسم المخبوزات، وزي ما انتم شايفين كده انواع مختلفة من العيش، تاخد اللي انت عايزه. يا جماعة هنا في ركن اهو للاطفال طبعا في المطعم. المطعم كبير جدا، هستعرضه دلوقتي معاكم. في ركن للاطفال خاص يعني بالاطفال الصغيرة، لو عايز يعني تقعد الاطفال في مكان كده لذيذ جوه المطعم، فممكن تقعدهم لوحدهم في المكان ده جوه المطعم. طيب بعيد بقى عن ركن الاطفال، فالمطعم نفسه كبير جدا يتسع لعدد كبير من الاشخاص، وفي قاعده كمان بره في التراس، بس هي دلوقتي شمس فهنستعرضها مع بعض وقت العشاء او الفطار. واللي احنا عنده ده دلوقتي ده البار اللي شغال جوه المطعم، تقدر تيجي تاخد مشاريبك من هنا. شغال طبعا وقت ما يكون المطعم شغال، يعني شغال وقت الفطار، وقت الغداء، وقت العشاء. البار ده موجود داخل المطعم. هنكمل دلوقتي استعراض المطعم، بعد كده هنروح نشوف معاكم ايه الاماكن التانية اللي ممكن تتغدوا فيها هنا في سيجل. عايز اعرفكم ان هنا ممكن تتغدوا في اكتر من مكان، مش بس المطعم الرئيسي. خليكم معانا. دلوقتي يا جماعه احنا وصلنا معاكم على البحر، وده مطعم من المطاعم اللي انت ممكن تتغدى فيهم بالاضافه للمطعم الرئيسي. هنا انت ممكن تتغدى في المطعم الرئيسي اللي احنا كنا فيه من شويه، وممكن تتغدى في 3 مطاعم تانية هنا على البحر. واحد منهم ايطالي، والتاني صيني، والتالت هندي. 3 مطاعم شغالين وقت الغداء زي يعني مع المطعم اللي هو الرئيسي. طبعا انت مش محتاج تحجز او اي حاجه، دول مفتوحين عادي جدا لكل الجيست، مفتوحين مجانا وقت الغداء. احنا دلوقتي في واحد من المطاعم ديت، وانا هستعرضه معاكم كده على السريع، ومش هستعرض يعني بقى خلاص يعني مطاعم تانية عشان خاطر بس وقت الفيديو ما طولش عليكم. هنمر مرة سريعة كده تشوفوا ايه اللي موجود بالظبط على البوفيه، وبعد كده هنروح لمكان تاني اللي ممكن برضو تتغدى فيه لو انت عايز تتغدى بعيد عن ال3 مطاعم دولت وبعيد عن المطعم الرئيسي. خليكم معانا.
لو انت مش عايز تتغدى في المطعم الرئيسي او الثلاث مطاعم التانية اللي انا قلت لك عليهم، فممكن تيجي في مطاعم السناكس. مطاعم السناكس يا جماعه شغاله مواعيد تانية غير مواعيد الغدا، فالافضل تسال على الريسبشن شغاله من الساعه كام لكام. السناكس اللي هي عباره عن ايه؟ برجر، بيتزا، بطاطس، جبنه، سندوتشات فينو او كايزر. هي دي كده ايه السناكس. جميع المطاعم بيبقى متوفر فيها بارات عشان تقدر تاخد المشروب بتاعك. بالنسبه للبارات كده على السريع، البارات لو هي في الاوت سايد اريا يعني شغاله كده على البحر على حمام السباحه، فبتبقى شغاله من الساعه 10 الصبح لحد الساعه 5 المغرب. لو جوه مبنى زي مثلا اللي هي جوه المطاعم، فدي شغاله في وقت الوجبات فقط. لو جوه الريسبشن بتبقى شغاله من الصبح الساعه 10 لحد الساعه 12 بالليل. عايز تعرف المواعيد بالظبط وعايز تعرف ايه اللي ليك وايه اللي هو مسموح لك بس بفلوس، يبقى او ما تسكن تقول للريسبشن انا عايز ورقه اول انكلوزيف او اقامه شامله بالعربي او بالانجليزي. لو مش متاحه بالعربي هتلاقي مكتوب فيها كل مواعيد المطاعم اللي ليك وايه الحاجات اللي هي ممكن تبقى ليك بس باكسترا بفلوس. ودلوقتي بقى نروح نستعرض الغرفه مع بعض، يلا بينا. دلوقتي احنا في الممر اللي بيودي على الغرفه بتاعتنا. المفروض الفيو بتاع الغرفه بتاعتنا يبقى زي الصوره اللي انتوا شايفينها قدامكم ديت. غرفتنا اللي على اليمين دي عند طفايه الحريق. ندخل مع بعض نشوف الغرفه. احنا الغرفه بتاعتنا رقمها 458. اول ما ندخل الغرفه على طول هتلاقوا على الشمال عندكم ادي الدولاب وادي الرفوف ديت وده الميني بار. نفتح الميني بار. الميني بار بقى فيه ازازه ميه زي ما انتم شايفين كده، ازازه ميه او ازازتين ميه، بس تقريبا بيحطوا ازازه كبيره للغرفه دي بتبقى مجانا من غير فلوس. نقفل الميني بار وبعد كده نفتح الدولاب. الدولاب زي ما انتم شايفين كده دولاب كبير، وده طبعا السيف بوكس بتاعك، وبقى فيه هنا مكتوب الطريقه اللي ازاي تستخدم بيها السيف بوكس. رفوف كبيره وادي المخدات. وهنا الناحيه الثانيه تفتح هتلاقي مكان الشماعات، وهنا في برضو مخده. غير طبعا المخدات الموجوده دي ستبن دي كده زياده. ندخل مع بعض يعني كده نشوف الحمام وبعد كده نكمل الغرفه. الحمام زي ما انتم شايفين حمام ستاندر، بس الحمام نضيف. في زي ما انتم شايفين هنا دي المرايه الكبيره، ويبقى في هنا مرايه ديت للحلاقه صغيره او كده. وده طبعا عندك الاستشوار. هنا في الصابون، ممكن بيحطوا لك صابون اللي هو السائل هنا، وفي بيبقى كوبايتين اللي انت بتحط فيهم الفرشه والمعجون وبتحط فيهم حاجات الحلاقه بتاعتك وكده. ده طبعا الشامبو، وهنا دوت البلسم، وده الشاور جيل. دول الحاجات الموجوده. ونشوف هنا الكرتونه دي تقريبا بيبقى فيها صابونه زي ما انتم شايفين كده، بيبقى فيها صابونه. كل الحاجات دي بتخش تلاقيها طبعا في الغرفه موجوده. وده بيبقى البونين اللي هو بيتلبس كده على الشعر يعني عشان ما تبلش شعرك، او ده يعني اكتريته طبعا بيبقى للسيدات. وزي ما انتم شايفين دي كابينه الدش، كابينه ثابته نص زي ما انتم شايفين مقفوله. ودي زي ما انتم شايفين كده دي قاعده الحمام. هنا طبعا هتلاقي جنب القعده على طول طبعا هتلاقي الفوط بتاعتك، ادي الفوط بتاعتك. وديت زي منشر عشان لو عايز تنشر حاجه تنشرها هنا. وهتلاقي برضو اجدادنا الفراعنه مونسينك برضو معاك في الحمام. الحمام طبعا ممتاز، ريحه كويسه، نضيف، 10/10، ما اقدرش اقول اكتر من كده. نطلع بقى نشوف الغرفه. دي الغرفه بتاعتك زي ما انتم شايفين كده. الغرفه ديت الستاندر او الغرفه اللي انا فيها هم كلهم شبه بعض من جوه، بيختلفوا بس الفيو بتاع الاوضه فين. اللي احنا فيها دي دلوقتي دي تعتبر على حمام السباحه، يعني بص على حمام السباحه وبرده البحر. ديت طبعا بتبقى سعرها غير الغرفه العاديه اللي هي ستاندر. الستاندر العادي ما بيبقاش شايف الفيو دوت. كمان شويه هوريكم الفيو، لكن جوه الاوضه هي زي بعضها. فتعال نشوف كده الغرفه مع بعض. هتلاقي هنا على الشمال المرايه بتاعتك، هتلاقي السرير. سرير طبعا هنا دول دبل يعني سريرين، يا اما يبقى في سرير واحد كبير يا سريرين زي ما انتم شايفين. فهتلاقي يا سرير كبير يا سريرين زي ما انتم شايفين. لوح شكلها ظريف جدا زي ما انتم شايفينها كده. الستاره متناسقه جدا مع الفرش، انا شايف ان الفرش مودرن. والاوضه متجدده، شكلها باين ان هم لسه مبيضينها قريب، لان هم تقريبا جددوا جميع الغرف زي ما انا سمعت، جميع الغرف اتجددت واتبيضت. في كده ادي المرايه وادي التسريحه يعني بتاعتك. وهنا ده الدرج ودوت كرسي تسريحه، وده الفوتيه وكرسي. الترابيزه هتلاقي الشاشه بتاعتك شاشه تورنادو كبيره، وطبعا سجاده. وفي كمان معاكم هنا ده حاجات الميني بار دي طبعا فري، اللي هو فيه شاي وفيه سكر وفيه
نسكافيه كويس، ومعاهم ازازه الميه بتاعتهم. ودي الادراج اللي ممكن تحط فيها مثلا اي حاجه بقى انت عايزها حسب كل واحد باستخدامه. وديت المكان ده بتاع الشنط، تحط الشنطه بتاعتك هنا. والمفروض دي الجزامه دي طبعا اول ما تلاقوها كده اللي هو كيس هتلاقي مكتوب عليه اكس، وده علامه الصح زي علامه نايك. دي اسمها دون تستيرب، عدم الازعاج. يعني مثلا مش عايزهم ينضفوا الغرفه ومش عايز حد يخبط عليك الصبح، عشان هاوس كيبنج بيجي الصبح ينضف، تحطها بالشكل ده كده زي ما هي، بس من بره كده الباب، بره باب الاوضه. لو انت عايزهم ينضفوا عادي مفيش مشكله، روح جاي حاطط لهم العلامه ديت. بالنسبه طبعا لنظافه الغرفه، الغرفه نظيفه ريحه جميله. فعايز كمان اقول لكم على الفرش. الفرش طبعا نضيف ابيض زي ما انتم شايفين، ناصع البياض. نشوف بقى المرتبه مريحه ولا لا. لا تمام زي الفل، دي حلوه طريه الحمد لله، ما كانتش ناشفه عشان انا قبل كده ايه اخدت خبطه جامده. السرير بتاعهم مريح جدا. تعالوا بقى نطلع بره نشوف الفيو بره الاوضه عامل ازاي. الفيو من البلكونه. البلكونه زي ما انتم شايفين كده، البلكونه مش عادي، ده الازاز سيكوريه واللي كلها ازاز وبتتفتح زي ما انتم شايفين كده، حاجه يعني مودرن جميله. وادي الفيو بتاعنا. تعالوا كده نطلع بره. زي ما انتم شايفين احنا على حمام السباحه على طول. ده حمام السباحه، وكده قدامنا ده بار اللي هو المطعم الدوار بيقولوا عليه او البار، والبحر زي ما انتم شايفينه كده. فالغرف اللي هي هنا كده والغرف اللي هناك دي المفروض ان ديت اللي هي على الشمال زي ما انتم شايفين كده على الشمال. الغرف ديت المفروض بتبقى بول فيو. الغرف دي لو انت مثلا لما تدوك في اوضه ثانيه ستاندر مش شايفه حمام السباحه وكده، ممكن تدفع حوالي 250 جنيه في اليوم فرق، وتحول على غرفه شايفه حمام السباحه زي اللي احنا فيها كده. لكن الغرف الثانيه الستاندر ما بيبقاش الفيو ده، بتبقى من جوه داخلي باصه على الجنب، عشان برضو تبقوا عارفين. ترابيزه وكرسيين للاوت سايد اريا ممتازين. ده كده الفيو بتاعنا، ودي الغرفه زي ما انتم شايفينها. صباح الخير عليكم جميعا. ودلوقتي هنروح نستعرض الفطار مع بعض، وبعد الفطار في تقييم للفندق، فخليكم معانا لنهاية الفيديو. دي كده خريطة للفندق اللي عايز يجي يبص عليها كده ويعرف الدنيا ماشية ازاي، التوزيع بتاعت المطاعم وحمام السباحة وهكذا، ممكن يجي يبص عليها. احنا دلوقتي في مبنى سيجل ريزورت اللي هو واضح في الصورة اللي قدامكم دي اللي هي فوق الفيديو. هنا في المبنى دوت في مطعم برضو رئيسي، بس شغال فطار وعشاء فقط. فطار من الساعة 7 ل 10 وعشاء من الساعة 6:30 ل 9:30. يعني انت كنزيل سيجل ممكن تيجي تفطر او تتعشى هنا، او تروح تفطر او تتعشى وتتغدى في المطعم اللي هو في سيجل كلاب. المطعم اللي في سيجل كلاب اسمه كليوباترا، والمطعم اللي احنا فيه دلوقتي هنا ده اللي هو في سيجل ريزورت اسمه نفرتيتي. على باب المطعم يا جماعه هتلاقوا اللي هو الساين ده اللي فيه عروض الانيميشن طوال الاسبوع. يعني على باب مطعم كليوباترا اللي احنا اتغدينا فيه قبل كده مع بعض. المطعم اللي قبل ده يا جماعه انا كنت بستعرضه لكم بس اللي هو في المبنى الثاني، ان هو فيه فطار برضو وعشاء. فعايز تفطر وتتعشى هناك ماشي، عايز تفطر وتتغدى وتتعشى هنا في المطعم اللي احنا فيه دلوقتي ماشي. بكرر بس المعلومه عشان ايه تبقى واضحه جدا. داخلين معاكم دلوقتي نستعرض الفطار في مطعم كليوباترا اللي هو موجود في سيجل كلاب.
وعشان تريح بالك كده من الاخر، الفطار هنا او في المطعم التاني الاتنين زي بعض. انا المصري الوحيد اللي صاحي افطر يا جماعه، كل المصريين نايمين، المطعم كله اجانب. المهم يلا بينا نستعرض البوفيه مع بعض. اول حاجه هتلاقيه طبعا ملك البوفيه الفول. بعد الفول هنلاقي البيض المسلوق. بعد البيض المسلوق نخش على السيفن ديش دوت اللي هو فيه بطاطس. بعد كده نروح قدام شويه هنلاقي اكيد السوسيس باين من هنا اهو السوسيس. بعد كده يا جماعه هتلاقي اللي هو العيش التوست. بعد كده هنلاقي اللي هي طماطم دي تقريبا اللي هي بالجبنه كده. ايوه الفطار عامه بيبقى ستاندر يعني في اكتريه الفنادق. بعد كده نخش على اللي هو الشوفان، اللي عامل دايت يدخل على الشوفان على طول. بعد كده هنلاقي اللي هي الشعريه باللبن. وعند اخر البوفيه كده هنلاقي اللعب كله الطعميه والبتنجان. شوف رمضان فيري جود بيج بوس والله كله حبيبي احلى صباح على الرجاله. ودلوقتي احنا عند الكريب. منور يا شيف. تاخد الكريب بتاعك الجميل وتبتدي بقى انت تضيف الاضافات اللي انت عايزها بنفسك. هما بيدوك الكريب كده زي ما هو، بتاخده من الشيف وانت بقى تضيف اضافاتك. هي الاضافات هتلاقيها على جنب موجوده، كل حاجه ممكن تضاف على الكريب للفطار. مكملين معاكم استعراض البوفيه. هتلاقوا قدامكم دلوقتي سلطه الفواكه والزبادي بجميع انواعه. مكتوبه يا جماعه الطعم والحاجات ديت. هتلاقوا الورقه كده مكتوبه اللي انا بعرضها دي دلوقتي، مكتوب عليها طعم كل صنف. هتلاقوا انواع جبن مختلفه بالاضافه لللانشون برضو موجود، وفي زيتون وفي مخللات. يعني في تنوع كويس في الفطار. بالاضافه طبعا الاصنفه اللي هي الستاندر اللي هي بتبقى فول وطعميه. بتلاقي حاجات تانية بتختلف من فندق لفندق. فانا شايف ان هنا التشكيل كويس. عيش التوست لو عايز تسخن بنفسك اهو باين معانا في الفيديو. نخش بعد كده على السلطات. هتلاقي خضار متقطع وبصل وانت وليمون، وانت بقى بتجهز السلطه اللي انت عايزها بنفسك. في كمان قسم المخبوزات. هتلاقي الشيف اهو بيحطوا ده الكرواسون. الكرواسون ده بيبقى سخن اللي هو بيحطه جوه السفنديش. بالاضافه بقى لانواع مختلفه. اللي عايز يشرب كده مع الشاي ايه يقعد كده وينتخ وياخد حاجه حلوه. فهتلاقي حاجات مختلفه اللي هي باتي ودنش اللي ممكن تاخدها مع الشاي بعد الفطار. طبعا اصناف مختلفه واضحه ايه. وغير المخبوزات نفسها اللي هو العيش، اقصد يعني العيش. هتلاقي عيش بجميع انواعه في الركن ده، الركن بتاع المخبوزات. ودلوقتي احنا معاكم عند الركن ده. الركن ده دايما بيبقى محبب للاطفال اكتر يعني. في طبعا كبار بيحبوه بس بيبقى الاكتر للاطفال، اللي هو الركن بتاع الكورن فليكس. طبعا الركن بتاع الكورن فليكس هنا هتلاقي فيه اصناف مختلفه من الكورن فليكس. فوق كل صنف مكتوب النوع والطعم وهكذا، مواصفات الصنف يعني. نكمل جولتنا في المطعم مع بعض. هنا ده الركن بتاع المربات. هتلاقي انواع مختلفه من المربات. معلش يا جماعه لو انا بشرح كل حاجه بالتفصيل، بس عشان خاطر انقل لك كل حاجه في الفندق فاستحملوني. هنا ده لبن ساقع ولبن سخن، ودي اضافات بتحطها على اللبن. اللي عايز لبن بالشوكولاته، لبن بالفانيليا وهكذا. خلصنا استعراض البوفيه والمطعم من جوه. هنطلع نشوف دلوقتي بره المطعم. بره المطعم هتلاقوا قدامكم ادي الاومليت. ممكن طبعا تاخد اومليت وتقعد هنا، او تخش تقعد بيه جوه، يا تقعد بره المطعم هنا في الحته اللي احنا فيها، تقعد جوه. هستعرض لكم دلوقتي القعدات اللي هي بره هنا المطعم. خير رجاله. القعدات اللي بره المطعم هتنفع معاكم في الفطار عشان مفيش شمس، يا اما طبعا في العشاء. طيب بالنسبه بقى لتقييم الفندق، بالنسبه اول حاجه هناخد الغرف. بالنسبه للغرف 10/10. نظافه الغرف او الهاوس كيبن والنظافه بتاعت الهاوس كيبن 10/10. بالنسبه للانيميشن 10/10. بالنسبه للفندق كحرم الفندق والمساحات الخضراء او تقسيم الفندق زي ما بنقول ياخد 10/10. بالنسبه لحمامات السباحه، حمامات سباحه نديها 8/10.
بالنسبه للاكوا بارك، الاكوا بارك نديله 5/10. بالنسبه للاكل 10/10، سواء من ناحيه الطعم او من ناحيه اللي هو التصنيف. يعني مثلا في التنوع، انا اسف، التنوع 10/10. نظافه المطعم نفسها 10/10. الاستاف والشيفات اللي قائمين على المطعم 10/10. بالنسبه قسم الاستقبال والريسبشن نفسه 10/10. بالنسبه البحر ممتاز 10/10. دخول البحر رملي ممتاز جدا للكبار او الصغيرين، فبرضه نديله 10/10. الشازلونجات والقعده نفسها على البحر وكده برضه مريحه وممتازه، فعامه يعني فهندي البحر 10/10. بالنسبه بقى لموقع الفندق، موقع الفندق فوق الممتاز 10/10 بجداره. موقع الفندق في وسط البلد، في وسط البلد، يعني في شارع الشيراتون اللي هو اصلا وسط مدينه الغردقه او وسط المدينه. موقع ممتاز جدا. ممكن تخرج من الفندق تتمشى، تعمل شوبينج، تروح سوبر ماركتات، تقعد على قهاوي او عاديه، قهاوي بلدي يعني اللي هي عاديه واسعارها عاديه. عايز تقعد على كافيهات هتقعد، كل حاجه حواليك موجوده متوفره. عايز تروح سينما برضو في جنبك سينما، فكل حاجه عايز اقول لكم موجوده في وسط البلد. فالموقع ياخد 10/10. اللي عايز يحجز اي رحلات سياحيه في الغردقه، سواء سفاري او رحلات بحر او اكواريوم او دولفين شو، واللي عايز يحجز الفندق ده او اي فندق في الغردقه، فانا سايب لكم رقم شركه السياحه اللي انا بتعامل معاها في صندوق الوصف اسفل الفيديو، في التعليق المثبت اول تعليق تحت الفيديو. وما تبخلوش علينا باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، لان تفعيل زر الجرس هو ده اللي بيخلي فيديوهاتنا الجديده توصل لك. وبكده يبقى وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده. نرجو ان يكون الفيديو عجبكم، ونراكم على خير في الفيديو القادم. مع السلامه.